مين فينا ما عندوش مشاكل في حياته، سواء بقى كانت مشاكل كبيرة ومؤثرة على حياته كلها، أو موقف بسيط مسبب له شوية مضايق أو زعل، أو حتى قلقان من المستقبل. كل الحاجات دي بتضغط علينا وبتوترنا، وده بيأثر على يومنا وإنتاجيتنا، وخاصة بقى الستات، لأن العاطفة عندهم بتبقى زايدة شوية وبتأثر على مودها وحالتها النفسية، وممكن كمان توصل لاكتئاب وزهق، وبتبدأ تأجل أي حاجة مهمة كانت هتعملها، أو ساعات بتكنسلها خالص. يعني وهل منطقي إن احنا نوقف حياتنا بكل اللي فيها علشان عندنا مشكلة معينة بتواجهنا، أو عشان حد قال لنا حاجة زعلتنا، أو علشان موقف حصل احنا ملناش دخل فيه، أو حتى لينا دخل فيه؟ وعشان كده المهارة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي مهارة مفيش غنى عنها نهائيا في رحلتنا في تطوير الذات، هي مهارة الهدوء. ازاي نقلل التوتر عندنا، ازاي نقدر نتحكم في مستوى التوتر والقلق ونوصله لأقل درجة ممكنة، وده هنعرفه النهاردة من خلال 7 نقط محددة وعملية جدا. لو التزمنا بيها ان شاء الله حياتنا هتكون اهدى بكتير، وهنقدر نعيش في سلام نفسي. اول حاجة لازم نعترف ان في حاجات كتير في الدنيا خارجة عن ارادتنا، مش هنقدر نسيطر على الحياة كلها، مش لازم كل حاجة حوالينا تكون زي ما احنا بنتمناها، او ردود افعال الناس معانا تكون زي ما بنتوقعها بالظبط، او المكان اللي عايشين فيه يكون بافضل طريقة ممكنة وفي كل الحاجات اللي احنا عايزينها. خلينا نكون واقعيين، نتقبل اننا مش هنقدر نتحكم في العالم من حوالينا، احنا مجرد طرف في العالم، مجرد جزء من العالم. اللحظة الحالية اللي احنا عايشينها في حياتنا احنا ملناش اي سيطرة عليها، لازم نؤمن ان كل اللي ربنا يعمله لنا خير، كل اللي يحصل في حياتنا خير مهما كان، طالما بنعمل اللي علينا واللي نقدر عليه، طبعا في حدود امكانياتنا. ساعتها بس هنحس ان في حمل كبير قوي نزل من على كتافنا، هنعرف ان احنا مش محور الكون، هنعرف ان احنا مش هنقدر نسيطر على كل حاجة حوالينا، هنعرف ان احنا لينا دور محدد في الحياة بنحاول نعمله بافضل طريقة ممكنة. اكتر من كده وغير كده مش في ايدينا ولا هنقدر نتحكم فيه. تاني نقطة، اننا لو فهمنا اننا مسؤولين بس عن السعي، لكن النتيجة دي مش بايدينا ومش مسؤولين عنها، ساعتها هنرتاح ومش هنتوتر. مش هنتوتر واحنا بنعمل اي حاجة في حياتنا، احنا مطلوب مننا نشتغل ونسعى، ناخد بالاسباب من غير ما نشيل هم النتيجة. لو النتيجة كانت مرضية فده شيء جميل ونحمد ربنا عليه، لو كانت اقل من توقعاتنا ساعتها نفكر ونشوف ممكن نحسن ايه في الأسباب اللي عملناها عشان نقدر نوصل للنتيجة أحسن. لو حسنا واشتغلنا وخدنا بكل الأسباب اللي نقدر عليها وبرضو النتيجة ما كانتش مرضية أو ما تحسنتش خالص بأحسن طريقة احنا عايزينها، دي بقى مش بتاعتنا، نرضى ونقول الحمد لله. في أمهات كتير جدا بيتعبوا في تربية ولادهم وبيربوهم أحسن تربية ممكنة، بيعملوا لهم كل حاجة يقدروا عليها، وبتلاقي حد من ولادهم طلع في حاجة معينة سلبية أو في حاجة معينة ما استجابش ليها، مش بإيديهم، الحمد لله، هو ده نصيبهم. ساعات كتير بنذاكر ونتعب وما ننامش ونسهر، ويجي سؤال معين في الامتحان مش عارفينه، احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، خلاص مش بإيدينا، الحمد لله، بنشتغل وبناخد بالأسباب وبنتعب وبنحاول، بس لسه الرزق ما اتفتحش، خلاص حاجة مش بإيدينا، احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا كله، والنتيجة بتاعت ربنا. النتيجة تيجي في الوقت اللي ربنا كاتبه لنا، وبرضو ده مش معناه ان تعبنا بيروح على الارض من غير اي لازمة، احنا تعبنا كله موجود ومتشال ومتعان لينا، ونتيجته هتجيلنا سواء حالا او بعد شوية او بعد كتير، هيجي بالطريقة اللي ربنا عالم ان هي مناسبة لينا وان هي افضل لينا في الوقت المناسب لينا والاحسن لينا. فما نستعجلش النتيجة، نرضى باي حاجة ربنا بعتها لنا في الوقت ده، مش هنحس بتوتر وهنحس ان احنا بس مسؤولين عن السعي وعن الأخذ بالأسباب، وإن النتيجة مش بإيدينا. وده كان الجزء الأول من أسرار الحياة السعيدة، وإن شاء الله نكمل بقية الأسرار في الفيديو الجاي على خير. أشوفكم على خير وسعادة بإذن الله، استنوني.